ما احنا لازم نوفر عشان كل حاجة غالية زي ما احنا عارفين. فعلشان كده النهاردة انا قلت اعمل لكم طريقة هنوفر بيها وهنعمل اكتر من اكلة بنص كيلو لحمة، وكمان مش نص كيلو، اقل من نص كيلو، كله على الميزان. هنشوف مع بعض كل حاجة في الفيديو بتاعنا النهاردة، يعني اقل من نص كيلو لحمة مفروم، وكمان طلع عينه في الفريزر. بس هنعمل ايه؟ طبعا انا استخسرت اعمله مره واحده والله، قلت خلاص علشان اخواتنا اللي في القناه هنعمل النص كيلو لحمه ده، هنعمله اكتر من اكله. يعني انا عملت النص كيلو لحمه ده، يعني عملته قسمته على 4 اكلات، وهنشوف مع بعض ازاي. زي ما انتوا شايفين النص كيلو لحمه هو مش نص كيلو، هو طلع علشان انا جايباها كانت لحمه مستورده كمان، يعني مش لحمه بلدي، يعني ما اكدبش عليكم، وكانت جايه فيها دهن كتير علشان كده لونها فاتح. فاللحمه بتاعتي يعني كانت اكترها دهن. هي دلوقتي مش نص كيلو، 474 جرام، يعني اقل من نص كيلو بحوالي يعني 26 جرام ولا حاجة. فطبعا احنا هنعتبر ان هو نص كيلو، بس هنعمله يعني هنقسمه كده على 4 اكلات، وهقول لكم ازاي انا عملته على 4 اكلات كله قدامكم. وبعد ما هنخلص كمان هنوزنه برضو. تعالوا بقى كده هنسمي الله وهنشوف هنعمله ازاي نص كيلو لحمة النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناتي، قناة حياة توفير مع اسماء محمد. ان شاء الله هنعمل فيديو اقتصادي جدا النهاردة، وهنوفر مع بعضينا كده، وهنشوف هنعمل ايه. هنسمي الله طبعا وهنقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، ولا حول ولا قوة الا بالله. زي ما احنا شايفين يا حبايبي، انا جبت اكتر من نص كيلو بصل، يعني النص كيلو لحمة حطينا عليه اكتر من نص كيلو بصل، وهنحط عليه حاجة، الحاجة دي يعني هتخلي طعم اللحمة جميل جدا. يعني انا كل الحاجات اللي حطيتها مع اللحمة المفرومة والله في الاخر يعني الطعم كلها كأنها كانت لحمة مفرومة. المشكلة بس اللي مزعلني يعني اللحمة اللي عندي كانت كلها دهن، علشان كده لونها فاتح زي ما انتوا شايفين، وكمان قعدت في الفريزر فترة طويلة بصراحة، يعني يعتبر من العيد. انا بصراحة يعني كنت نسيت اللحمة دي في جنب كده، كانت مش باينة قدامي في الفريزر فنسيتها خالص. فحتى لونها فتح كمان من يعني التفريز. بس هنعمل ايه؟ خلاص يعني نص كيلو لحمة يعني متفرز، وكانت كمان مستوردة، يعني بصراحة يعني الله المستعان. بس الحمد لله حطينا عليها شوية مكونات خلتها زي العسل. زي ما احنا شايفين يا حبايبي، انا قلت لكم ان انا حطيت يعني اكتر من نص كيلو بصل، وحطيت كمان حوالي ربع كيلو طماطم، وحطيت يعني 3 قرون وقرنين شطة كده، علشان تبقى يعني مشطشطة كده شوية وتبقى طعمها جميل. والمكون اللي انا خليته بقى يعني ادى طعم المكونات دي كلها طعم اللحمة. انا حطيت قطعة من الدهن، طبعا يعني في العيد كلنا بيبقى عندنا الدهن ده، فطبعا كنت يعني ايه بسيحه واحطه كده في علبة في التلاجة، بطلعه بحطه على حاجات كتير في الاكلات، في اكلات كده يعني بتدي طعم اللحمة يعني نسبة زيادة، يعني كمان احلى ما بتكون يعني لوحدها كده. يعني الدهن ده بيديها طعم حلو قوي لما بتكوني يعني مثلا مقللة كمية اللحمة، او عاوزة ان انت تعملي حاجة ويكون عليها يعني طعم شوربة اللحمة وكده، هي قطعة من الدهن بتدي الطعم الجميل ده. زي ما احنا شايفين انا حطيت بقى يعني شوية فلفل اسود، شوية شطة، شوية بابريكا، حطيت كمان ملح ومكعب مرق الدجاج، يعني كده بجد والله الاكله بتاعتنا بقت طعمها لذيذ جدا جدا. وطبعا بقى لو انت عاوزه تحط بهارات لحمه، عايزه تحط اي توابل، دي حاجه تخصك بقى وبراحتك. انا برضو حطيت رشه قرفه بالمناسبه. طبعا خلصت كل المكونات بتاعتي، واللحمه اللي انا يعني عصقتها زي ما انتوا شايفين. كده خلاص خلصناها، بدأت ان انا اصفر الميزان وحطيت عليه الطبق زي ما انتوا شايفين علشان يديني الميزان الصح. وبعد كده طبعا هننزل بقى باللحمه اللي احنا عملناها، وهنشوفها طلعت قد ايه بعد 474 جرام، يعني اقل من نص كيلو. هنشوفها بقى كده مع بعضينا طلعت قد ايه. والله يا حبايبي زي ما انتوا شايفين انا ولا زودت حاجة ولا عملت اي حاجة، كل حاجة يعني اتعملت قدامكم في الفيديو والله بجد، بأمانة الله بجد والله ما حطيت اي حاجة من وراكم. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله 474 جرام بقوا كيلو 151 جرام. قولي يعني ايه اعتبر يا ستي ان هو يعني بقى كيلو وتمنة كده، او كيلو و150 جرام، يعني ما شاء الله من نص كيلو عملنا الكمية دي. طبعا بقى كده انا قسمتهم على 4 اكلات. هقول لكم بقى انا اول اكلة عملتها كان يوم ما عملت اللحمة دي، انا والله قلت اعملها كده، وعلى فكرة بحط مكونات تانية بس انا ما كانش عندي
يعني فحطيت الحاجات اللي انا حطيتها على اللحمه المفرومه واستكفيت بكده، بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه. بالمناسبه بقى يعني اول كميه من اللي انا قسمتها دي انا عملت بيها اكله كريب جميله جدا، برضو هنزل لكم الفيديو بتاعها. يعني هم حبه اللحمه المفرومه دول كافوا ما شاء الله، يعني كميه كبيره من الكريب. وعملناه كمان بطريقه جديده. ادخلوا القناه هتشوفوا الطريقه الجديده لعمل الكريب، طريقه سهله وبسيطه. يعني لما ناخد يعتبر معلقتين لحمة مفرومة هنعمل بيهم احلى كريب ما شاء الله، مفيش بعد كده توفير. زي ما احنا شايفين خلصنا اللحمة المفرومة وعصجناها، بجد والله يا حبايبي طعمها خطير جدا، طعمها حلو اوي والله. عملنا بيها يعني غدا يوم اللي هو الكريب، وهنعمل بيها كمان 3 اكلات غير الكريب اللي احنا اخدنا يعني كمية من اللحمة المعصجة دي. طبعا ادخلوا بس القناة هتلاقوا فيها فيديوهات كتير والله، يعني هتعجبكم جدا. فيديوهاتنا كلها اقتصادية وموفرة جدا يا حبايبي. كده خلاص انا حاولت ان انا يعني قسمت اللحمة بتاعتي 4 اكلات. وبعدين انت بقى يعني على حسب استعمالك برضو، لو عايزة تعمليها مرتين 3 4 دي حاجة بقى ترجع ليكي، وكل واحد يعني على حسب استعماله. انا يعني كده ممكن يكفوني ال4 اكلات، لو احتجت كيسين على بعض مفيش مشكلة، بس انا عملتها لكم كفكرة اقتصادية يعني تنفع ناس كتير. في ناس بتدور على طرق اقتصادية كتير توفر بيها، انا عملتها في ناس تناسبها وفي ناس لا. يعني الفكرة دي لو تناسبك يعني خلاص تمام، ما تناسبكيش شوفي انت عايزة ايه. بس ما تنسيش لايك وشير واشتراك في القناة.